ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هنعمل محشي ورق عنب بطريقه سهله جدا، وهوريكم الخلطه كمان بعملها ازاي. طريقه المعتاده في الخلطه هي الطريقه دي يا جماعه. كل حاجه ني في ني، طبعا مش بشوح بصل ولا اي حاجه. بغسل الرز كويس جدا واصفيه تماما من الميه، بنزل عليه بالكزبره والشبت والبقدونس تماما بعد ما يتصفوا تماما من الميه. اهم حاجه في خلطه المحشي يا جماعه انك تصفي كل حاجه كويس جدا من الميه، تمام؟ وتكون كل حاجه تقيله كده، يعني كزبره كتير وكمان بصل كتير، والتغذيه تكون متسبكه كويس وتكون تقيله علشان طبعا المحشي معاكي يطلع كويس، تمام؟ بجيب كده ورق العنب يا جماعه، بغسله كويس جدا، طبعا سلقته وصفيته زي ما انتم شايفين كده. بمسك ورقه العنب كده على ظهرها، تمام، مش على الجنب الخشن. بحط بقى شويه رز من رز الخلطه، وبعد كده بجيب اللي ورا الاول، بعد كده الجناب، بعد كده بلف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بمسك ورقه كمان وكمان بلفه على ايدي بطريقه سهله، بس حبيت اوريكم كده عشان الكاميرا تبين لكم اكتر ازاي بتلفيه، تمام؟ بحط كده الخلطه بتاعتي في نص الورقه، بجيب من ورا وبعد كده الجناب، وبعد كده بلف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقه سهله جدا على فكره، ومفيش اسهل منها. جربوا الطريقه ان شاء الله هتعجبكم. وكمان يا جماعه اللي اول مره يشوف قناتي مش ينسى بقى يشترك فيها ويفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. واستنونا ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا، واعملوا لايك للفيديو. باي باي.